أخت أم أحمد من المغرب تقول: أنا أم ل4 أولاد وعمرها 25 سنة، ابتلاني الله بزوج عدو، انظر هذا التعبير، يأخذ ولا يعطي، استغلني ماديا، يهينني، يكذب علي، يراوغ في الحديث، لا يبالي في إطلاقا، لا يتحمل مسؤوليته في تربية الأولاد، والأخطر من ذلك الزنا والتحرش بالخادمات. تعبت بالحوار وأصبحت مريضة نفسيا، قررت الطلاق، هل أنا مصيبة؟ أولا نتأمل هل هذا فعلا يحدث ما قالت. إذا كان هذا ما قالت يحدث فلا حياة مع رجل بهذا الوصف. لكن أحيانا بعض النساء قد تبالغ في وصف معين، أحيانا لم تحب تماما، نعم. فترى كل شيء صغير كبير تماما، فقد توجد أخطاء عابرة وتصفها أنها دائمة. فإذا تحققنا من هذا أنها كما تصف في هذه الطريقة، هذا الإنسان لم يقم الزواج حتى ننادي بالطلاق، إنما قامت علاقة اسمها شرعية، لكن لم يتحقق الزواج الذي ننفك منه أو لا ننفك، إنما ننفك من رابطة شرعية أن يكون الإنسان مطلقا بهذا الوصف. في الحقيقة هذه علاقة خاطئة من بدايتها بهذا الشكل، لكن أنا لا أنصحها بالطلاق حتى تستشير إنسان حكيم جدا مطلع على شخصية ذلك الإنسان، ونتأكد، لأن هذه الصفات الشخصية السيكوباتية الإجرامية ولا حياة مع مثل هذه الشخصية. لكن نتأكد هل أم محمد أو أحمد عفوا أختنا الفاضلة عندها حالة انفعالية، حالة عاطفية تصف هذا الشيء؟ هل هي مبالغة؟ هل هي إنسانة تبالغ في هذا الأمر كما هم الهوسيين أحيانا؟ ما الذي يحدث؟ إما إن كان الأمر على مثل هذا الوضع فأعتقد أنه لا حياة بهذه الطريقة، لا أدعوها إلى الطلاق، إنما أدعوها لعاقل من أهلها، لا أقول حكم من أهله وحكم من أهلها، إنما عاقل من أهلها تماما يتأمل هذا الموضوع وليس يعني المشكلة أنه 4 أولاد صعب أنه يعني مو صعب، لكن القرار حيكون لابد أنه يتأمل بشكل أكبر، لأنه الموضوع ما موضوع يخصها بس، موضوع يتعلق بس يا حبيبي عبد الله صح النوم، يعني الصفات هذه موجودة. 4 أولاد وش معناها؟ ومن هنا قل لا، وحتى 4 أولاد وبنت يعني 5. لذلك أنا الآن أتشكك بكلام أحمد، وهذا يجعلني أقول لا أنادي بالطلاق من هذه العلاقة. قد يكون ردة انفعالية عاطفية، قد يكون موقف معين، قد تكون هي أعطته الأموال لهدف هي تستفيد منه، فقد استغلني ماديا. أي زوج طبيعي، زوج تعطيه فلوس سيأخذها، ما استغلها، هي أعطت، ولو لم ترد ما أعطت فما استغلها، طلب فاستجابت، ضغط عليه كان ممكن أن تقاوم فما استغلها. بالنسبة للزنا والتحرش بالخادمات وكذا وكذا، هذا أخطاء حقيقة بدأت تنتشر هذه الأيام، فحصر وحصار أسباب الخيانة، وتكلمنا حلقة كاملة عن هذا ممكن. لكن أنا أقول عاقل من أهلها، عاقل هذا هو الحكم في هذا الأمر أكثر مني من أي إنسان آخر، لأنه يستطيع أن يتأمل بقية الأمور، وأيضا يزيل الانفعالات التي عنده. أحمد لك.